على النيل وقد يغني عن الحديقة. حضرتك مؤمن وكنت يعني بتتبنى رأي ان الصناعة من اهم الطرق للقضاء على البطالة طبعا. فانشأت سيادتكم 5 مصانع. فهل ال5 مصانع دول اللي تم انشائهم في عهدك وافتتاحهم في عهدك كافلين بانهم يقضوا على البطالة في بني سويف؟ هو طبعا احنا مش بنتكلم على 5 مصانع، هو احنا بنقول ايه، ان المجهود والتخطيط كان لإنشاء منطقتين صناعيتين. نعم. المنطقة الأولى في بياض العرب اللي هو شرق النيل، شرق مدينة بني سويف، والمنطقة الثانية في منطقة ميدوم اللي هي صحراء الوسطى. نعم. والتخطيط انه بياض العرب يبقى تقدر تنزل على القاهرة، وانا كنت شفت في خرائط وزارة النقل مشروع الطريق الكريمات حلوان. نعم. وبقيت اتابع انشاء هذا الطريق لان هو ده اللي هيسهل نقل المنتجات الصناعية الى المنافذ في القاهرة. طبعا القاهرة هي اكبر سوق يعني. نعم. اللي حصل ان المنطقة الصناعية بتاعت بياض العرب دي 750 فدان، ما شاء الله. صدر قرار بيها من تخصيص بيها. فأنا كلفت هيئة التخطيط العمراني بما لديهم من خبراء في التخطيط إن هم يخططوا المنطقة تخطيط